إن في الفاتحة 11 تشديدة باعتبار أن البسملة ليست منها، فحينئذ لا بد على طالب العلم بل على كل مسلم بلا استثناء أن يعنى بقراءة الفاتحة، وعنايته بقراءة الفاتحة أولا بأن يخرج الحروف مخرجا صحيحا فلا يقلب حرفا مكان حرف، فإن من الناس من يقلب العين همزة، ومن الناس من يقلب الضاد حرفا آخر ونحو ذلك. إذن يجب عليك أول شيء في قراءة الفاتحة أن تعنى بمخارج الحروف، وأن يكون مخرج الحرف مخرجا صحيحا. نعم الناس يتفاوتون في درجات في قوته، لكن هناك حد أدنى يجب عليك ألا تنزل عنه. نعم دقة المخرج ومكان الضاد بالاستطالة وعدمها هذا أمر يكون فيه تفاضل بين القراء، وإنما الكلام على اللحن الذي يقلب الحرف إلى حرف آخر. إذن هذا الأمر الأول، اعتني بماذا؟ بالحروف. الأمر الثاني، اعتني بالحركات، فإن رفع المنصوب ونصب المرفوع أو المخفوض لا يجوز، ويعد لحنا تارة يكون خفيا وتارة يكون جليا. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فالحمد مضمومة الدال، وربي مشددة ومكسورة، والعالمين بحركة كل حرف بحسبه. إذن عندما نقول الحركات نشمل حركات الإعراب التي تكون في آخر الكلم، وحركات الصرف التي تكون حركة الحرف في وسط الكلمة. إذن اعتني غاية الاعتناء بحركات الحروف. الأمر الثالث الواجب عليك أن تأتي بالشدات، ولذلك فإن في الفاتحة 11 تشديدة. الذي يترك التشديد يسمى بالتسهيل. إن في الفاتحة 11 تشديدة باعتبار أن البسملة ليست منها، فحينئذ لا بد على طالب العلم بل على كل مسلم بلا استثناء أن يعنى بقراءة الفاتحة، وعنايته بقراءة الفاتحة أولا بأن يخرج الحروف مخرجا صحيحا فلا يقلب حرفا مكان حرف، فإن من الناس من يقلب العين همزة، ومن الناس من يقلب الضاد حرفا آخر ونحو ذلك. إذن يجب عليك أول شيء في قراءة الفاتحة أن تعنى بمخارج الحروف، وأن يكون مخرج الحرف مخرجا صحيحا. نعم الناس يتفاوتون في درجات في قوته، لكن هناك حد أدنى يجب عليك ألا تنزل عنه. نعم دقة المخرج ومكان الضاد بالاستطالة وعدمها